اهلا بيكم في حلقه جديده من دوري ابطال الاكل، والنهارده معانا حلويات، بالتحديد جاتوه جبنا من 6 محلات حلويات. هنلعب نفس النظام دوري ابطال الاكل، قسم بقى نفس التقييم 11 نقطه، 6 للجوده و3 للسعر و1 للخدمه و1 للتغليف والباكجينج، ونفس الكلام بتاع الحلقه اللي فاتت. ومعانا طبعا براندات، اول مره تبقى في مقارنه تجمع بين اسكندريه ودمنهور، لان اغلب البراندات فاتحه في اسكندريه وفاتحه في دمنهور، وفي فاتح في القاهره، بس القاهره في عتاوله في القاهره جامدين، يبقى ليهم طلعه وحلقه خاصه في القاهره، محلات الحلويات اللي في القاهره. واسكندريه في محلات حلويات تانية هتبقى ليهم برضو حلقه تانية، بس ده اول تعاون يحصل ما بين اسكندريه ودمنهور في محلات الحلويات، اغلبها فاتحين في اسكندريه ودمنهور. فهنشوف معانا وندخل في الحلقه، نشوفوا بقى كده معانا مين اول واحد هيطلع. اول واحد معانا بابيش، هيلاعب مين بقى؟ بابيش هيصطدم بمين؟ بابيش ضد الصعيد، مواجهة شبه متقاربة شوية. معانا حلواني مصر الصعيدي، هيلاعب مين حلواني مصر الصعيدي؟ هنشوف. حلواني مصر الصعيدي ضد السرطي، مواجهة برضو قوية شبه متقاربة برضو، مش بكده. معانا طبعا عارفهم كلاسيك، هيلاعب ليلودي. ليلودي تقريبا جاي من اسكندرية برضو، هيبقى الاتنين اسكندرانية فاتحين في دمنهور البحيرة، هينافسوا بعض. يلا نشوفوا ايه المواجهات النارية دي. كده معانا المواجهات، اول ماتش عندنا بابيش ضد الصعيدي، والماتش التاني حلواني مصر الصعيدي ضد السردي، الماتش الاخير كلاسيك وليلودي. طبعا الصعيدي غير حلواني مصر الصعيدي، حلواني مصر الصعيدي كان زمان من اقوى الجاتوهات في دمنهور، فهنشوفوا مين اقوى جاتوه في دمنهور في الحلقة دي.